في المباراة. ثم كما حكى وليد يعني طلب من اللاعبين بين الشوطين التواجد في المنطقة، هو اللي جاب لنا الهدف الأول. يعني شفنا في الهدف الأول تواجد 4 لاعبين في المنطقة، وهذا سهل على دياز أنه يكون متحرر ويسجل. هذا هدف استثنائي كابتن، وأنت شفته في التمرين كثير هذا الهدف من الكعبي. لا يعني أيوب هذه خاصية تاعو في التهديف، دوبل كيك، يعني متمرس على هذه الأهداف وأهداف جميلة. يعني سجل مجموعة منهم مع المنتخب المحلي، ثم مع المنتخب الأول، ثم مع الأندية اللي شارك فيها. لاعب عنده خصائص مميزة. تذكرنا باللاعبين الهدافين الكبار التاريخيين تاع كرة القدم العالمية، وبالتالي هدف رائع. تنظن بأن الدخول تاعو غير شيء كثير في المنتخب. وشفنا كيفاش وليد في الأخير دخل مجموعة من اللاعبين باش يعطيهم إيقاع ديال التباري، لأن فرصة جيدة لهم خاصة بعد الهدف الثاني. خذ الريسك يا جماعة. ليش؟ عشان لعب 2 مهاجمين. لا، خذ الريسك انه دخل تغييرين في دقيقة 71، كان باقي تقريبا أكثر مني، إنه كان له دور كبير فيما وصل له هذا لاعب المستوى العالي ثم المنتخب. وكان هو السبب وراء مجيئه للمنتخب، لأنه كان يمارس في درجة ثانية في نادي الراك، وكان وراء مجيئه للمنتخب وبدايته بدأت من المنتخب المحلي عندما فاز بالشان. وعلى فكرة سجل هذا نفس الهدف ولا أفضل من هذا الهدف في الشان في نفس صح ولا لا؟ نعم. وبالتالي كانت انطلاقته اللاعب مهم ولاعب هداف، شيء الهداف. يعني الفرق كلها يلعب فيها إلا ويسجل هدف. والآن مع باناثينايكوس أيضا متألق مع الأولمبياكوس دائما يسجل أهداف. كان الهداف كذلك هدف. شفنا في الشامبيونز، شفنا في اليوروبا، في كل البطولات تألق على المستوى الأوروبي. السنة هذه سجل ضد الريال، سجل ضد البارسا، سجل ضد برشلونة، دائما يسجل أهداف بهذا الروعة بهذا الشكل. وحنا تكلمنا من بين الشوطين. هو لاعب يعني لاعب طيب جدا ومحبوب داخل المجموعة. يعني هذو من مميزات الشخصية. حتى تلعبوا او لو ما تلعبوا ما عندوش مشكله، دائما هو الهدف ديالو هو المجموعه. بالتالي دائما ايجابي، يسهل الماموري على اي مدرب. كاين بعض اللاعبين سعدون مهاجمين لو ما تلعبوش يزعلوا ويتنرفز، ولكن هو لا، سواء بدات به او لم تبدا به دائما ايجابي، حتى عندما يدخل بنفس الحماس وبنفس الرغبه. هو محمد في مهاجمين يقول لك عليهم من مواليد منطقه الجزاء، هو حافظ منطقه الجزاء وعنده طرق سريعه وسهله للوصول للمرمى، سريع في اتخاذ قرار. ايوه، يعني الهدف ده تكنيكه حلو الصراحه، بس قراره كان سريع لان الكره كانت مسافه قريبه. ايوه، وشوف الخطوتين اللي خدهم لورا. اللعيب بظهره ما بيقدرش يتحكم في جسمه، اتلعبت له الكوره وخد الخطوتين يا كابتن محمد لورا، الخطوتين عالميين. وخلي بالك الجو سهلت التايمينج. ايوه، وخلي بالك الجو مطره، فاهم؟ لما تيجي بظهرك الخطوتين دول ممكن اي حد تاني يتزحلق. فانا اشوف ان هو التغييره اللي بتاعت الكعب دي هو ده لازم يبقى 9 الاساسي، فاهم؟ وانا في ظني ان انت في رايك افضل الثلاثه ولا الانسب للمجموعه؟ الانسب المهاجمين هو افضلهم، وهو بيعرف يلعب داخل بره منطقه الجزاء. شوف بقى الخطوتين دول يا محمد، الخطوتين اللي خدهم بظهره، فاهم؟ الخطوتين اللي بنص، ايوه، وبعدين عينيه على الكوره، عينيه على الكوره، عمره ما فقد نظره مع الكوره. لما حتى اتحرك بظهره هو شايف الكوره، فاهم؟ فراح عامل الرشاقه والمرونه والتوقع وكل حاجه. بس هو عمل سكان للمرمى. ايوه، ما انا اقول لك عمل سكان بلا ما يشوف، بعدين لما شاط الكوره ما يشوفش المرمى، ما يشوفش. عارف قال لك هو حافظ منطقه جزاء. ايوه، حافظ. بص يا يوسف، خلي بالك، هو خلص عمل اللعب، اشتغل اهو ماشي، وراح على طول لاقصر الطرق. والخطوه دي، الخطوه ونص اللي بظهره دي مش اي حد يعملهم. وخلي بالك الملعب فيه مطر طبعا، الخطوه ونص او الخطوتين حد تاني يقع على وشه. الهدف محمد ما نساوش حلاوه التمريره. طبعا صح. لكن قبل التمريره شوف الضغط، وشوف فين افتكينا الكره محمد. خلي يعطينا اللقطه من الاول. الضغط العالي لانه هذا الشيء اللي كنا افتقدناه في الشوط الاول، ما كناش نضغط ضغط عالي. الزلزولي عندما دخل اعطاه هذه الاشياء هذه. ودائما عندما يعني تسترجع الكره في منطقه المنافس، اول شيء ما تيكونش منظم بشكل جيد. ثاني شيء شوف هنا الانطلاقه الزلزولي، رغم ان السيباري كان متاخر قليل بعض الشيء. شوف هنا الضغط، وكمل ضغط على الحارس. سيباري
ثم بدا الضغط هنا في عمليه افتكاك الكره، الكنترول السيء، ثم التحول. شفت موضوع المدافعين كيف لا يوجد اي لاعب في وسط الملعب، تقريبا هناك تقريبا 4 لاعبين. استلم الكره اللاعب صلاح الدين اللي بدون اي ضغط عليه يرفع الكره، وبالتالي قراءه جيده للاعب الكعبي اللي صراحه دائما المهاجمين يحسون عند واحد الاحساس انت كنت مهاجم. مثلا نحكي حتى على اذا سمحتوا على العناوي. العناوي شوف هذه الكره راه كان رايح لها، يعني ثالث كره تتواجد في منطقه العمليات. الكره الاولى في الشوط الاول اللي ضربها براسه، الكره الثانيه في الشوط الثاني، والان هذه الكره يعني لاعب مميز بوكس تو بوكس. لاعب مميز، تحتاج قدرات بدنيه، قراءة اللعب، وانطلاق دائما في اتجاه المرمى. يعني ربح كبير لكرة القدم المغربية هذا اللاعب. استمع الآن لأيوب الكعبي متحدثا مباشرة بعد فوز منتخب بلاده وبعد هذا الهدف العام الذي سجله في هذه المباراة. نواصل مع ردود الفعل، ويحضر إلى جانب مهاجم المنتخب المغربي أيوب الكعبي. أيوب، هدف خرافي، هدف أنطولوجي، المهم هو تحقيق 3 نقاط في مباراة لم تكن سهلة بتاتا. أول حاجة كنشكر الجماهير المغربية اللي حضرات، والأمير ديالنا مولاي حسن نصره الله. الحمد لله حقنا واحد النتيجة إيجابية هي 3 نقاط أمام الجماهير ديالنا والعائلات ديالنا. كيف كيعرف الجميع ديما المقابلات دور المجموعات المقابله الاولى كتكون اهم حاجه هي 3 نقاط. داك الشيء اللي حققنا الحمد لله. حنا عائله وخوت اللي كيدخل التيران كيعطي له ماكسيموم، حنا مع لو كوتش ديالنا تنتبعوا التعليمات ديالو، والحمد لله مبروك علينا 3 نقاط. مباراة مالي من اجل التأهل ربما، وبطبيعه الحال حنايا كناخذوا مقابله بمقابله. نتمنوا ان شاء الله المقابله ديال مالي نحققوا فيها نتيجه ايجابيه هي 3 نقاط. كيعرف الجميع دور المجموعات، كيعرف غير اننا نتاهلوا للدور الموالي. شكرا لك ايوب، شكرا لك. كان هذا ايوب الكعبي مهاجم المنتخب المغربي ومسجل الهدف الثاني، هدف جد رائع، والاهم يبقى هو تحقيق 3 نقاط في مستهل المشوار. عودة اليكم في الاستوديو. شكرا لمهدي وشكرا لأيوب اللي أكد كلامك كابتن. طلبت من بداية المباراة التركيز مباراة عدم التفكير في المشوار للأمام، أخذ المباراة خطوة خطوة. واضح أن هناك اتفاق مجموعة على لعب مباراة طوال هذه البطولة. طبيعة الحال يعني تخطيط المدرب وليد على الذهاب بعيدا، ولكن كاين أهداف المرحلية. يعني أول شيء يعني خلصوا هذه المباراة الافتتاحية اللي كانت صعبة، فازوا فيها، غياخذوا قسط من الراحة وغيجهزوا المباريات المقبلة. كل مباراة على حدة تناقش بخصوصياتها، بطبيعتها، بطبيعة مرحلتها، وبالتالي المنتخب غيزداد قوة، غيزداد جاهزية مع توالي المباريات، ثم غيكتسبوا اللاعبين الثقة تاع الجمهور، التلاحم بينهم، وتنتمنى لهم كل التوفيق لأنهم مصدر فخر لنا والجماهير المغربية. نتمنى لهم تحقيق إن شاء الله هذه الكاس المهمة. مصادر الفخر المنتخب المغربي في هذه المباراة مزراوي من جانب، لكن دياز كابتن طبعا. واحدة من أهم مميزات لاعب كرة قدم، لاعب بالرجلين، الرجل الأساسية اليسرى لكن اليمنى تقريبا ما شاء الله بنفس الجودة. طبعا هذه قوة لاعب، دابا اللاعب المتكامل دائما يجيد لاعب بالرجل اليمنى الرجل اليسرى، رغم أنه يعيش فترة صعبة جدا مع ريال مدريد، يعني لا يشارك باستمرار، دقائق لعب قليلة، تأثر مستواه بشكل كبير. ليس هو دياز اللي شاهدناه في الإحصائيات، كان هداف الإحصائيات ب7 أهداف في 4 مباريات. أنشيلوتي كان يثق فيه أكثر بكثير من ألونسو. لا ألونسو ما عطاش ثقة أكثر، يعني يشارك في دقائق قليلة، وبالتالي يفضل حتى غياب تنافسية أردا جولر ويفضل ماستانتونو على دياز. نعم، هو كان بالأجدر أنه يغادر. أنا قلتها قبل بداية الموسم وشاهدناه، يعني التعامل مع كان يغادر أكثر، كان هناك أندية كانت ترغب في التعاقد معه، لكن الآن عليه التركيز أكثر مع المنتخب. لكن في أشياء كذلك لازم نصححها محمد، رغم أن الفوز شأن أخطاء على مستوى الدفاع، خصوصا في قلبي الدفاع. يمكن أكثر من مرة الكرات وراء المدافعين، وراء قلبي الدفاع دائما كانت خطيرة. لولا اليوم شاهدنا بونو كان متدخل في فرصة، يمكن 2 أو 3 فرص. يجب كما قلت دائما مثل هذه الأشياء نصححها أخطاء، لأن سوف نواجه منتخبات أصعب من جزر القمر، خصوصا مالي ومنتخب زامبيا. يجب تصحيح الأخطاء، لأن دفاعيا يجب كما قلت نكون أقوياء. الآن مع إصابة سايس
مع دخول كذلك اليميق شاهدنا ليس من بعد هناك بعض الاخطاء، ليس بعض التجانس، لكن نتمنى ان شاء الله. اقرد قدم اداء ممتاز، كان ممتاز، نعم كان ممتاز، شيء طبيعي لانه بدا في الجهه اليمنى ثم انتقل مع السايس، مع عندها اصابه السايس تحول للجهه اليسرى، وهو في المباريات السابقه يمكن ما لعبش كثير مع ياميق لانه كان مصاب كذلك مع مارسيليا، ما لعبش المباراه الاخيره، بالتالي كان يلعب اكثر شيء ماسينا ياميق سايس. لكن اليوم قدم مباراه كبيره اليوم، رغم ان الخطا هذا كان اعتقد ان الحكم سيصفر، لكن عودة تدخل بونو. هذه كانت فرصة المباراة لجزء القمر التعادل الدقيقة 59. هنا إذا تصدي مهم جدا كان لبونو في هذه المباراة. دعونا الآن ننتقل لاستوديو آخر من استوديوهات تغطية بي إن سبورتس لكأس أفريقيا، اللي نرحب بمشاري والذي سيصحبكم بإذن الله تعالى في استمرار لهذه التغطية مع المساء الرياضي. مشاري مساء الخير. مساء الخير محمد، تحية لك ولضيوفك الكرام والتحية الأكبر لمشاهدينا الأعزاء. في حلقة اليوم المساء الرياضي بلا شك حديث عن المواجهة الافتتاحية والإثارة والمتعة انطلقت في بطولة كأس أفريقيا المغرب 2025، ومحمد بقية التفاصيل إن شاء الله في حلقة اليوم المساء الرياضي. شكرا لك مشاري. كابتن محمد، كبطل لهذه المسابقة ما هو المطلوب المنتخب المغربي للفوز بالكأس بعد الفوز بالمباراة الأولى؟ هو زي ما قلت يا محمد، الاداء هيتحسن في مباراه عن مباراه. المباراه الاولى اللي هي بتبقى معقده، مباراه الافتتاح، واهم ما فيها الفوز. انما هو النواحي الهجوميه لازم تتطور. يعني ايه النواحي الهجوميه؟ الاولا ما عجبنيش مستوى أناحي، لان أناحي عنده افضل من كده بكتير، حتى ملامحه وهو خارج تشعرنا غير راضي عن ادائه. فده برضو مهم جدا في عمليه تطوير الاداء في وسط الملعب. حاجه تانية، هو وليد في تحليلي ما عندوش التصور الكامل للثلاثه اللي في الناحيه الهجوميه، مش مرتبهم تقصد. بياخذها مباراه وده ما ينفعش في بطوله مجمعه. بطوله مجمعه لازم تبقى عارف ال11 بتوعك اللي هتلعب بيهم في اول مباراه وهتلعب بيهم في الاخر للنهائي. التغيير بيبقى لا غياب اصابه لا في حاجه لا اضطراريه. وانت بالنسبه لك ايوب هو الخيار الاول. ايوه، مع أناحي شكله الاداء هيبقى يتحسن كبير قوي مع